تعبني في الرحله، اللي تعبني عادل فين؟ عادل في بوده. ازيك يا احمد؟ ايه يا عبدوله، عامل ايه يا حاجه؟ معالي المستشار حبيبي احمد. بسطت؟ مبسوط؟ مبسوط جدا. ايه رايك في الرحله وفكره؟ رحله جميله جميله جدا، يعني قليل كلمه جميله دي قليله جدا. فكره ان انت تطلع ومن غير ما تعرفني ومن غير ما تشوفني ومن غير ما تتكلم معايا حتى حاجز معاك رحلتين من غير ما تشوفني وتطلع معايا، فحاسس ان لا يا جماعه الموضوع امان امان امان، الراجل ده ثقه وامان بجد والله، مش مجامله. ويعني ارخص رحلات في اوروبا كلها مع عادل، يعني طبعا احنا طالعين الرحله ببلاش. يعني انت رحت فين؟ قول انت. طيب رحنا برلين في المانيا، نزلنا التشيك وايه تاني، واحنا في المجر وسلوفاكيا والنمسا. من كتر والنمسا رحنا في فيينا. ورحنا يعني ورايحين بكره ان شاء الله اماكن كتير ان شاء الله رحناها، واماكن ولسه كمان طالعين السعوديه ان شاء الله. رحله دفعتك كام؟ كلفتك كام تقريبا؟ ويعني تقريبا 6 دول، حوالي 56,000 جنيه بالعمره. يعني برنامج كبير ومليان بصراحه. تنصح الناس تطلع معايا؟ انصح الناس تطلع مع عادل، ولازم تلتزم بالبرنامج وتصحى بدري، اهم حاجه صحيان بدري عشان البرنامج يبقى حلو. فكره الهوستل جربتها قبل كده؟ الهوستل اول مره اجربها في حياتي، يعني ما كنتش مصدق اللي هي بالنظافه ديت. انبسطت وشايفها نظيفه وفكره بصفه عامه نضيف وكل حاجه نظيفه. ايه رايك في الجروب والناس؟ جروب جميل، والناس اللي معانا كلها زي الفل. حبيبي يا احمد، ما نحرمش منك. ان شاء الله نتقابل ان شاء الله قبل الرحله نتقابل، وان شاء الله في رحله 12 نكون مع بعض. ان شاء الله. ما نحرمش منك يا احمد، تسلم لي.